طيب احنا كده عرفنا ازاي ان احنا ندخل الداتا في الاول على الاكسل. طيب في البدايه كده ممكن نلاحظ واحنا شغالين هنلاقي ان الكلام اللي جوه السيل او الخليه دي داخل في خليه تانية او حتى مختفي مش باين. فعشان اخلي الخليه تبقى على قد الكلام بالظبط عندي حاجه من اتنين: يا اما اقف هنا لغايه لما المؤشر يتغير وبعدين اسحب كده لغايه لما الكلام يكبر، او ادوس على المؤشر ده لما بتغير وادوس عليه اتنين كليك شمال كاني بفتح ملف، وده هيخلي الخلية تمتد أو تتفتح أو تضيق على حسب الكلام الموجود فيها. تمام. طيب هاجي هنا أقول له رقم واحد، أقول له محمد عبادة، والتاب برضو أتنقل مرتب مثلا 2000، وأتنقل الحافز مثلا 20%، ده هتبقى نسبة، وهقول له المكافأة مثلا 30% أهو. ماشي. وهاجي هنا أقول له 30% وهنا 20%. ماشي. وهاجي هنا أقول له الإجمالي خلي ده شوية، وبعدين أقول له الضرايب 5%، أهي 5%، وبعدين أقول له الخصومات مثلا 300 جنيه، لأن الخصم ده بيبقى بفلوس، وبرضه هسيب الإجمالي المستحق ده شوية. هاجي برضه أدخل بيانات هنا وأقول له مثلا ده عبادة. تعالى كده برضه هنا في الأسماء هخلي السيل توسع شوية عشان تاخد الأسماء. هاجي بقى هنا أقول له أنا عندي الأسماء دي كلها بتاخد نفس الحافز، فهاجي هنا على كلمة على المربع بتاع 20%، وفي هنا لو تلاحظوا في الكورنر ده في علامة زائد صغيرة، لو دوست عليها واتنين كليك شمال هيطبق لي ده على مين؟ على الخلايا كلها. هاجي هنا برضه 30% أهو. ماشي. طيب تعالى بقى في الإجمالي هنا أنا عايزه يجمع لي ده زائد ده زائد ده. عشان أعمل معادلة أو أعمل فورميولا أقدر من خلالها أجمع الفلوس دي كلها، عندي حاجة من اتنين: يا إما أقول له أول حاجة لازم أقول له يساوي، أي فورميولا بقول له يساوي، بقول له ده وبعدين أضيف علامة زائد، وبعدين أجي أقف هنا وبعدين علامة زائد وبعدين هنا وأقول له زائد وأقول له انتر أهو، جمع لي المبلغ ده. بس هنا في غلطة، احنا هنا جمعنا، المفروض إن أنا بقول له ده، يبقى في عندي أصلا غلطة من الأول. تعالوا كده نرجع، هقول له المفروض يبقى فيه هنا مكان أقول فيه ال20% دول مبلغهم كام وال30% دول مبلغهم كام، يبقى أعمل هنا insert، أجي من هوم أقول له ضيف لي هنا خلية أهي، ضيف لي هنا عمود أهو. تمام. وأضيف لي هنا عمود أهو. بص معايا كده، هحذف ده أهو ديليت. احنا كده بنتعلم مع بعض ازاي نضيف عمود وازاي احذف عمود. هنا هضيف عمود بعد ال30% هنا، واقول له ضيف لي عمود في الحتة دي اهو. هاجي في المكان ده واقول له والله صافي الحافز اهو، صافي الحافز، واجي هنا اقول له صافي المكافأة. طبعا كل الحركات دي هتخلينا نتعلم خطوات احسن من ايه، من البداية. يعني اجي هنا في صافي الحافز ادوس برضو 2 كليك شمال اهو. زي ما اتفقنا احنا كده خلاص ظبطنا شيت الاكسل وكتبنا البيانات اللي احنا عاوزينها. تمام. هنبدأ دلوقتي ناخد شوية معلومات بسيطة كده. دلوقتي انا عندي الصف ده فيه ترقيم، عندي مثلا 1 ل50,000. تمام. انا مش هاجي ارقم ال1 ل50,000 واقعد اكتب رقم برقم، فاكتب هنا 1 وبعدين هنا 2، وبعدين اقوم جاي واقف هنا واخد كده من هنا وانزل لغاية تحت اهو، هيرقم لي تلقائي. او اعمل الحاجة كنترول زد وادوس كده 2 كليك شمال اهو، هيرقم لي تلقائي. تمام كده. طيب هاجي هنا بالنسبة للجمع والطرح والضرب والقسمة وكلام من ده، أنا دلوقتي عايز أجمع المبلغ ده، في عندي حل من اتنين: يا إما أدوس كده أهو وأجي هنا أقول له من هوم أهي، هلاقي هنا عندي صم اللي هو أوتو صم أهي، عندي 5 معادلات أو 6 معادلات دول جاهزين، أدي صم أهو هيجمعهم لي، انتر هيديني الجمع بتاعهم تلقائي. ماشي. طيب أنا عندي هنا الحافز 1 في كل الناس دي، يعني الناس دي كلها بتاخد حافز 20%، فهاجي برضو هنا أدوس على العلامة دي وأسحب لتحت أهو. تمام. أو أعمل كنترول زد عشان نعمل الحركة التانية أهو، من هنا برضو لما المؤشر يتغير وأدوس هنا 2 كليك شمال هيعمل لي الحافز للكل بنفس الشكل. برضو هنا الخصومات نفس القصة أهو. تمام كده. طب أنا عايز بقى أقول له والله أنا عايز أحسب الحافز ده، المفروض يبقى فيه هنا
احط صف بعد الحافز ده، اقول له انا عندي الحافز هجمع بيه المرتب والحافز مع بعض في خانه واحده، وبعدين اخصم منهم الجزء بتاع مين الخصومات. فهاجي هنا اقول له معلش بعد اذنك انا نسيت احط خانه، اقول له انسيرت واحط لي عمود قبل العمود ده اللي هو ده، هقول له هنا الاجمالي اللي هو اجمالي المرتب زائد الحافز اجمالي اهو. واجي هنا برضو اقول له معلش انا نسيت احط هنا عمود برضو، هاجي هنا اقول له انسيرت كولوم ماشي، واقول له هنا اقول له بقى هنا الصافي اللي انا هطرح اجمالي الخصم ده من اجمالي المستحق. فاجي هنا اقول له لو انا جيت هنا بعيد معلش نجرب حاجه كده، اقول له 3 زائد 3 وادوس انتر هيسيبها زي ما هي. تمام كده. طب تعالى كده نجرب نحط في الاول يساوي، الاقي عندي ظهر هنا 3 حاجات. تعالى كده نقف بعيد عشان نشوف الفرق. همسح دي خالص اهو ماشي، واجي هنا هلاقي دي مش متأكتفة. لو قلت له برضو هنا بيانات برضو مش متأكتفة، بقت مجرد ان هي عملية ايه جمع 3 زائد 3. طب انا عايز اقول له طب هنا تعالى نشوف، ادي علامة يساوي، الاقي ظهر عندي حاجتين اهم ظهروا جداد. الحاجتين دول بقول له معلش هنا كنسل، يعني انا غلطان انا مش عايز اعمل المعادلة، لو عملت كده هتتحذف. اقول له هنا يساوي اهو، ظهر عندي كلمة يساوي في الفورمولا بار اللي هو فيه المعادلات هتتعمل. يساوي دي لو انا قلت له انا عايز ده وبعدين قلت له زائد ده اهو ودوست انتر، هلاقي طلع لي المجموع هنا. شايفين حضراتكم معايا اهو، لما بقول له انا عايز ده زائد ده هيطلع المجموع في الحته اللي انا اخترت مين احط الاجمالي فيه. تعالى كده نرجع كنترول زد ماشي، هقول له والله انا عايز اجمالي المرتب هيساوي مضروب ده زائد ده، بس انا عايز اعرف الاول ال 20% دول من ال 4000 دي يساوي كام، فبقول له يساوي اهي ده مضروب اللي هي شيفت ونجمه في ده انتر. قال لي دول 800 جنيه، يعني المفروض ده هيبقى المرتب بتاعه 4800 جنيه. طب انا عايز اكمل الكلام ده للناس كلها من غير ما اقعد اعمل مره بمره، فباجي زي ما عملنا هنا هعمل اقف في المكان ده لغايه لما المؤشر يتغير شكله وادوس 2 كليك شمال، الاقيه عمل لي العمليه الحسابيه دي. طيب تعالى كده نشوف الخصم بقى، هقول له يساوي برده زي ما اتفقنا عشان نعمل معادله، واقول له ده مضروب في شيفت و8 برده اهو في ده، يديني كام يا عم الحاج؟ اداني 200 جنيه. اقول له برضو اعمل لي المعادله دي على الناس كلها اللي موجوده عندي، اداني المبلغ بتاعهم اهو. طيب تعالى هنا الصف المستحق، هنا بقى اقول له عمليه ايه؟ عمليه جمع. الصف المستحق هيساوي الاجمالي ناقص مين ال 200 جنيه دول، يبقى بيساوي ال 4000 زائد ال 800 ناقص ال 200 كده تمام، وادوس انتر اهو ادانا 4600. تعالى كده احسبها كده حتى بالايد من غير اكسل ولا حاجه، دول 4800 شيل منهم 200 بقى 4000 وكام و600. طب انا عايز برضو المعادله تشتغل على الناس دي كلها، بقول له طب معلش هقف هنا لغايه لما المؤشر شكله اتغير زي ما انتم شايفين كده، وادوس 2 كليك شمال بقى عندي كشف كامل. طيب تعالى احنا قلنا المعادله دي انا قلت له عايز اجمع اجمالي الرواتب، هاجي من هنا اقف في اخر العمود ده واقول له اوتو صم اهو وانتر، هيديني كام الاجمالي. طيب انا عايز اقول له لا معلش هات لي دول كده، انا عايز اشوف اعلى مرتب فيهم كام، اعلى مرتب فيهم كام اللي هو الماكس اهو. قال لي اعلى مرتب فيهم ال 4000. طيب معلش برضو تاني هاجي من هنا اقول له بعد اذنك انا عايز اعرف اقل مرتب في الناس دي مين، اقول له مينيموم اهو، هيقول لي 1500 اهو. طب هقول له طب معلش هات لي المتوسط بتاع الناس دي كلها، ابقى عارف انا عندي معدل المتوسط بتاع المرتبات عندي كام، اقول له ادي افريج اهو، قال لي 8750. بس هو هنا دخل معايا مين الاجمالي، فانا كده عندي غلط، بقول له لا معلش ارجع تاني. هاجي من هنا اقف عند ال 1500 اللي هو اخر مرتب، واقول له هات لي الافريج معلش اهو. قال لي الافريج بتاعك لا كده في غلط لسبب، كان المفروض الافريج يبقى المتوسط بتاع دول. ده انا عندي 40000 مش 4000. تمام يبقى كده مظبوط، هو كده حسب مظبوط. طيب تعالى برضو من هنا اهو، هقول له انا عايز من هنا كام واحد موظف عندي، قال لي انت عندك 6 موظفين. طب انا كده دلوقتي عملت الكشف بتاع المرتبات، وعملت فيه الخمس او الست معادلات اللي هم الاساسيين في الاكسل، اللي هو اي حد عايز يشتغل في الاكسل بيبدا يشتغل في الاساسيات دي. طب تعالى كده عايزين ننسق شكل الجدول عشان يبقى شكله حلو. عندنا طريقتين، الطريقه الاولى اللي هي ادي هحدد الجدول كله كده اهو،
زي ما اتفقنا في الأول هاجي أقف في أول خلية وأجي أدوس عند آخر خلية، بس قبل ما أدوس عليها أدوس شيفت أهو من هنا لغاية هنا أهو، كده حدد لي مين الجدول كله. طب تعالى كده في الهوم هلاقي إنه بيقول لي أهو فورماتنج تمام وفورمات از تيبل أهو تمام، جاب لي تنسيقات كتير جدا جدا. أختار كده الشكل ده وأقول له طبق لي كده الجدول، طبق لي التنسيق ده ونشوف أهو. أجي أقف هنا وأقف في الآخر هنا وأقول له شيفت وأدوس إنتر وأقول له هات التنسيق على إنه تيبل جدول، وأقول له بعد إذنك طبق لي التنسيق ده. بقول له أنت عايز التنسيق على الجدول ده، بقول له أيوه بعد إذنك تمام ماشي. طيب الشكل ده ما عجبنيش، بقول له اختار لي ده معلش، طب اختار لي الشكل ده، طب هات لي شكل تاني اللي هو زي ده مثلا أهو. ولو جيت أنت حضرتك تعمل الكلام ده بيدوي هياخد منك وقت كبير جدا، لكن من خلال التنسيق اللي هو الاوتوماتيك بتاع الاكسل قدرنا ان احنا نشتغل على تنسيق الجدول. كده احنا عرفنا ازاي ان احنا نعمل جدول، ازاي ان احنا نضيف فيه بيانات، ازاي ان احنا نخلي عندنا في التنسيق برضو ادي من هوم عايز اخلي الكلام ده كله في السنتر في النص، بدوس هنا وبعد ما اظلل طبعا الاول زي ما اتفقنا ادي من اول خلية وشفت لغاية اخر خلية ظللت، ابدا اقول له خلي الكلام كله في النص عشان يعمل تنسيق اوتوماتيك لمين للجدول. النهاردة دي مقدمة بس أساسيات للناس اللي عايزة تبدأ تتعلم على الإكسل. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هيبقى فيه معادلات جديدة في الإكسل هنتعلمها مع بعض، صدقة جارية على روح أبويا الله يرحمه ويحسن إليه. أتمنى إن أنتوا تدعوا له بالرحمة والمغفرة، وأتمنى إن حضراتكم تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تبدأ الكورسات توصلكم بشكل منتظم. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.